ازيكم يا شباب. بتبدأ الحكاية في مدينة اسمها فوركس، ودي مدينة صغيرة عدد سكان 3000. والمدينة دي كان عايش فيها 3 عائلات خطيرة. العيلة الأولى كانت عيلة كولين، ودي اللي مؤسسها دكتور كارلا كولين، وده كان مصاص دماء، والناس اللي حالاتها خطيرة وخلاص هتموت كان بيقرر يعضهم ويحولهم زيه. وبدت الحكاية دي مع مراته، وبعدها مع المرضى بتوعه ادوارد وروزالي وايميت واليس وجاسبر. واعتبر الخمسة دول زي ولاده بالظبط، وخدهم كلهم عشان يعيشوا معاه في بيت واحد، وخدوا عهد على نفسهم انهم مش هيأذوا البشر، والدم اللي هيتغذوا عليه هيبقى كله من الحيوانات بس. والعيلة التانية عائلة لورينت، ودي مكونة من 3 أفراد، لورينت وفيكتوريا وجيمس، ودول برضو كانوا مصاصين دماء بس يختلفوا كتير عن عيلة آلا كولين، عشان دول كانوا بيموتوا البشر وبيتغذوا على دمهم، وما كانش عندهم أي مبادئ ولا أصول. والعيلة التالتة عيلة كوليد، وأهم أشخاصها بيلي بلاك وابنه جيكوب، ودي عيلة المستذئبين، وبرضو كانوا عيلة قوية جدا بس كانوا عاملين معاهدات مع مصاصين الدماء وعايشين في حالهم. وبيبدأ الفيلم من هنا. دي أنابيلا، وبتحب اسم بيلا أكتر. باباها ومامتها منفصلين، وكانت عايشة مع مامتها وجوزها في مدينة أريزونا، وقررت تسيبهم يعيشوا حياتهم مع بعض وتروح هي تعيش مع باباها في مدينة فوركس. فعلا ودعت مامتها وسافرت على فوركس، وباباها كان اسمه تشارلي وشغال ضابط في المدينة، واستقبلها وروحوا على البيت بتاعه. المهم تشارلي جاب لها عربية عشان تروح بيها المدرسة، وعرفها على صاحبه بلاي بلاك وابنه جيكوب، ودول المستذئبين اللي قلنا عليهم في الأول، بس تشارلي ما يعرفش عنهم أي حاجة من الكلام ده. وعدى اليوم، وتاني يوم بيلا راحت بعربيتها المدرسة، وفي المدرسة بتتعرف على جيسيكا وأنجيلا وبيبقوا صحاب. وبيلا أول ما شافت عائلة آلا كولين داخلين سألت جيسيكا عليهم. جيسيكا عرفتها اسمائهم وقالت لهم دول أولاد الدكتور كارل بالتبني، ودي عيلة غامضة ومحدش يعرف عنهم أي حاجة، وحذرتها إنها ما تصاحبهمش. ولما دخل إدوارد بيلا فضلت تبص عليه، وإدوارد برضه كان مركز معاها، وهنعرف ليه بعدين. المهم بيلا وصلت الفصل بتاعها، وكان مكانها تقعد جنب ادوارد، بس ادوارد كان مش على بعضه وكان عمال يغطي مناخيره. ولما بيلا لاحظت ده افتكرت ان في مشكله في ريحتها، بس الموضوع ما كانش كده خالص. ادوارد كان شامم ريحه دمها، وكانت ريحته قويه ومميزه، وكان بيصير غريزته. فادوارد كان بيغطي مناخيره عشان بيلا تفضل في امان. ولما خلصت الحصه، ادوارد مشي على طول من جنبها وراح للاخصائيه وحاول يغير الفصل بتاعه، بس الأخصائية قالت له ما ينفعش عشان مفيش أي أماكن فاضية. وبيلا كانت شايفة كل ده بس ما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل وليه إدوارد بيعمل كده. وفي اليوم التاني لما بيلا راحت المدرسة ما لقتش إدوارد، وفضلت على هذا النظام لمدة أسبوع. كل عائلة آلا كولين كانت بتيجي ما عدا إدوارد، لحد ما في يوم وصلت الفصل لقت إدوارد جوه، فراحت قعدت جنبه، وكانت عندها أسئلة كتيرة جدا عايزة تسألها له. بس إدوارد اللي بدأ بالكلام وتعرف عليها وتأسف لها على أسلوبه آخر مرة. فبيلا سألته ليه ما كانتش بتيجي المدرسة طول الفترة دي، فقال لها كنت مسافر برا المدينة ولسه راجع. وبيسأل إدوارد بيلا عن حياتها وليه جت تعيش في مدينة فوركس. فبيلا حكت له عن كل حاجة، وفضلوا يتكلموا مع بعض شوية. ولما خلصوا وخرجوا من الفصل، بيلا سألته هو أنت لابس لينسز؟ فإدوارد استغرب من السؤال جدا وقال لها لأ. وقال لها ليه بتسألي بالسؤال ده؟ فردت عليه وقالت له جوه في الفصل كان لون عينك اسود بس دلوقتي لونها ذهبي. اتفاجئ ادوارد ومعرفش يرد عليها وسابها ومشي بسرعه. ولما خرجوا من المدرسه بيلا راحت عشان تركب عربيتها، ووقتها ادوارد كان واقف جنب عربيته، وكان في واحد راكب عربيه وجاي بسرعه جنونيه وخلاص كان هيخبط بيلا. فادوارد في لحظه جه قدامها وبعد العربيه بايده وعرف يلحقها. فبيلا كانت مستغربه جدا من اللي حصل وان ازاي ادوارد بقى جنبها بالسرعه دي، وعرف يوقف العربيه بايده. ولما خدوها المستشفى عشان يطمنوا عليها، جالها الدكتور كارلا وكشف عليها وقال لي باباها كله تمام وحالتها كويسة. فبيلا قالت له لولا ابنك ادوارد انا كان زماني ميتة دلوقتي. ولما كارلا مشي وبيلا خرجت من اوضتها، لقت كارلا اللي واقف مع ادوارد. فالبيلا طلبت منه تتكلم مع ادوارد على انفراد. وبعدها بيلا سألت ادوارد هو انت عملت كده ازاي وجيت من عند عربيتك بالسرعة دي؟ فادوارد قال لها انا اصلا كنت جنبك وانت ما كنتيش واخده بالك. قالت له لا انا شفتك وانت جنب عربيتك وعايز اعرف ازاي انت عملت كده. فبرضه ما ردش عليها ومشي وسابها. وتاني يوم اتقابلوا في مختبر الزراعة بتاع المدرسة، وادوارد حاول يتكلم معاها، بس بيلا قالت له عرفني الاول انت عملت كده ازاي وعرفت توقف العربية بإيدك. فإدوارد قال لها إيه اللي حصل لي ده تدفق في الإدرينالين، ودي حاجة معروفة ممكن تدوري عليها. ولما دخلوا المدرسة فضل إدوارد برضه بيتكلم معاها، وقال لها الأحسن إننا ما نبقاش صحاب، مع إن إدوارد بدأ يحبها بس كان خايف عليها. وبيلا ما اهتمتش للكلام اللي بيقوله وقالت له كلنا رايحين البحر تعالى معانا. فإدوارد سألها عن اسم الشط اللي هيروحوه،
قالت له اسمه لابوش، فقال لها لا مش هعرف اروح عشان مش فاضي، وهنعرف برضه دلوقتي ليه هو مرضاش يروح الشط ده بالذات. وبعدها بيلا راحت مع اصحابها وجالهم جيكوب واصحابه. فبيلا سألته ايه اللي جابك هنا، فجيكوب قال لها دي منطقتي وانا ساكن هنا. فجيسيكا قالت لهم كويس انكم جيتوا تقعدوا مع بيلا عشان صاحبها ادوارد مرضاش يجي معاها. فواحد من اصحاب جيكوب قال لها ممنوع دخول عيلة آلا كل المنطقة دي، فكلهم استغربوا ليه ممنوع يعني. وبعدها بيلا راحت تتمشى مع جيكوب وسألته ليه صاحبك بيقول ان كولين ما يخشوش هنا. فرد جيكوب بضحك وقال لها دي حكاية قديمة وما ينفعش احكي لك اي حاجة عنها. فبيلا قالت له انا عايز اعرف وهعتبره سر ومش هعرف حد. فجيكوب كان مضطر يحكي لها وقال لها ان عائلتنا اصلا والكولين دول اعدائنا من زمان، وعلى طول كانوا بيصطادوا في ارضنا، وجدي عمل لهم معاهدة انهم ما يجوش ارضنا واحنا مش هنفضحهم ولا نعرف حد سرهم. وفضلنا على هذا العهد من زمان لحد دلوقتي. فبيلا قالت له يعني قال كولين دول ايه؟ فقال لها مش هقدر اقول لك اكتر من كده، وبعدين دي قصة قديمة وممكن ما تكونش صح. وتوه الكلام ومشيوا. ومن وقتها بيلا بدأت تدور عشان تعرف اكتر عن العائلات دي، وراحت واشترت كتب من المكتبة عشان تفهم اكتر. بس وهي مروحة اتلم عليها شباب وبدأوا يرخموا عليها، وإدوار وصل لها في الوقت المناسب وخد بيلا وركبها في العربية. وأول لما إدوارد بصلهم كلهم اتفزعوا وهربوا من المكان. وبعدها إدوارد خد بيلا عشان يروحها وهما في العربية. كانت بتقفل بيلا التكييف، فاديها لمست إيد إدوارد ولقت إيده باردة جدا فاستغربت وسألته إيدك باردة كده ليه؟ فكان رد إدوارد السكوت ومرضاش يرد عليها. وبيلا لما روحت البيت بدأت تدور أكتر عن الأعراض اللي عند إدوارد زي البرودة والسرعة ولون العين، واكتشفت أخيرا إن إدوارد مصاص دماء. وتاني يوم لما بيلا راحت المدرسة شافت إدوارد وعدت من قدامه كأنها مش شايفاه، ودخلت الغابة عشان يتكلموا لوحدهم. إدوارد برضه دخل وراها، وأول لما بقوا لوحدهم بيلا قالت له أنا عارفة أنت إيه. ورد قال لها إدوارد قوليلي بصوت عالي. فقالت له أنت مصاص دماء. وإدوارد قال لها أنت خايفة دلوقتي مني صح؟ فبيلا قالت له لأ. فقال لها أنت دلوقتي تقدري تسألي أي أسئلة جواكي وأنا هجاوبك على كل حاجة. وشالها ووراها سرعته الحقيقية. وبعدها راح عند الشمس ووراها الشمس بتعمل ايه في جسمه، وبرضه وراها قوته الحقيقية. فبيلا سألته طب ليه انت بتحاول تبعدني عنك؟ فقال لها انا ما كنتش بحاول ابعدك، انا كنت خايف عليكي من نفسي وكنت خايف معرفش اسيطر على نفسي. وحكى لها قصته وقال لها انه كان هيموت وكارل هو اللي عضه وحوله عشان يفضل عايش. فبيلا فضلت تشجعه وقالت له انا عارفة انك تقدر تسيطر على نفسك. وبعدها فضلوا يحكوا وبدأوا يحبوا بعض، ومن وقتها وبيروحوا المدرسة مع بعض. وكل الناس كانت مستغربة انهم ازاي عرفوا يتأقلموا مع بعض، وحتى عيلة الآلة كولين كانوا مستغربين من اللي ادوارد بيعمله. وفعلا بدأوا يخرجوا مع بعض، وادوارد عزمها عندهم في البيت عشان يعرفها على كل عيلته. ولما دخلت أوضة ادوارد سألته انت ما عندكش سرير؟ فادوارد عرفها ان هم اصلا ما بيناموش، وخدها وطلع على اكبر شجرة في الغابة عشان يفرجها على حاجات جديدة اول مرة تشوفها. وفي يوم ادوارد خدها معاهم عشان تلعب بيسبول، وفعلا بدأوا يلعبوا، ودي كانت اللعبة المفضلة لعيلة آلا كولين. بس أليس كانت بتشوف المستقبل وشافت عيلة لورينت جاية لهم، فاتجمعوا كلهم مع بعض وجالهم فعلا لورينت وفيكتوريا وجيمس وتعرفوا على بعض واستأذنوا منهم يلعبوا معاهم. وطبعا كارلا وافق، بس هم رايحين يجهزوا. جيمس شم ريحة بيلا ورجع عشان يهجم عليها، بس ادوارد وقف له وكان هيتخانقوا كلهم مع بعض. كارلا هدى الموضوع وقال لهم احنا هنمشي من غير مشاكل، وفعلا مشوا. وادوارد خد بيلا بسرعة عشان يهرب بيها من المكان. وبيلا سألته ليه كل ده وليه احنا بنهرب منهم؟ فادوارد قال لها طالما جيمس شم ريحتك يبقى هيفضل يطاردك ومش هيسيبك، ودلوقتي احنا لازم نحميك لحد ما نموته. وادوارد رجع البيت عشان بيلا تلم حاجتها من عند باباها، وبيلا عرفت باباها انها هترجع تعيش مع امتها. وبعدها مشيت على طول من البيت عشان تروح مع ادوارد. ولما وصلوا بيت الآلة كولين لقوا لورينت هناك، وكان رايح عشان يعرفهم انه ملوش دعوة بالموضوع ده، وبرضه حذرهم من جيمس وفيكتوريا. وفعلا عيلة كولينج جهزت كلها عشان تحمي بيلا. وادوارد قال لبيلا هروح انا وروزالي وايمت ندور عليهم، وانت هتروحي مع اليس وجاسبر عشان تبقي في امان. وفعلا اتحركوا كلهم، بيلا واليس وجاسبر راحوا فندق بعيد عن المدينة، وادوارد وايمت وروزلي راحوا دوروا على جيمس في الغابة. بس بيلا جالها مكالمة من جيمس وسمعها صوت مامتها وقال لها مامتك معايا ولو ما جيتيش لوحدك هموتها. وفعلا بيلا اتسحبت وهربت عشان تلحق مامتها وراحت على العنوان اللي جيمس قال لها عليه. ودي كانت مدرسة قديمة، بس لما بيلا دخلت ما لقتش مامتها، والصوت اللي سمعته ده كان صوت التلفزيون. وجيمس ظهر لها وفضل يخوفها ويضرب فيها وقعد يكسر في عظمها.
وإدوارد وصل في الوقت المناسب وبدأوا يتخانقوا مع جيمس، بس للأسف جيمس برضه عرف يعض بيلا. وإدوارد أول ما شاف كده فضل يضرب في جيمس وكان خلاص هيموته. وعائلة آلا كولين كلها وصلت، وكارلا لقى بيلا معدودة وخلاص هتتحول في خلال دقايق. فنادى على إدوارد وقال له انت الوحيد اللي في ايدك القرار دلوقتي، يا اما تسيبها تتحول او تسحب من دمها السم. فإدوارد قرر انه ما يحولهاش، وفعلا عض ايديها وبدأ يسحب من جسمها السم. وفي الوقت ده أليس وأميت وجاسبر كانوا بيولعوا في جيمس عشان يخلصوا منه، وبيلا أغمى عليها من كتر الدم اللي مصه إدوارد. وخلصت حكاية جيمس لحد هنا، وعرفوا يموتوه. ولما بيلا فاقت لقت نفسها في المستشفى وميتا جنبها. وإدوارد قال لهم إن بيلا كانت عندي واتزحلقت ووقعت من على السلم ورجلها اتكسرت. ولما خرجت مامتها من عنده بيلا سألت إدوارد وقالت ليه اللي حصل، فقال لها جيمس مات وفيكتوريا هربت ودلوقتي خلاص انت بقيتي في امان. وجه يوم حفل تخرج بيلا وإدوارد راح لها البيت وخدها عشان يحضروا الحفلة مع بعض. وفعلا وصلوا الحفلة وفضلوا يرقصوا مع بعض، وبيلا فضلت تسأله ليه مرضتش تحاولني، فإدوارد ضحك وقال لها لسه ما جاش الوقت المناسب. وكملوا رقص، وبتظهر فيكتوريا وهي واقفة من بعيد وعمالة تراقبهم. خلصت حكايتنا الأولى، لكن اللي جاي لسه أصعب. يا ترى في الحكاية التانية فيكتوريا هتعمل ايه مع بيلا، وهل إدوارد هيحولها ولا لأ؟ ده هنشوفه في الحكاية التانية. بس كده.